بهذا الآدمي بين مشكلة هو وعمه. أبوه توفى وورثهم يعني شيء مو بسيط، ملايين، بيوت، بيت جهة الحرم هنا وبيوت في جرول وكذا، وعمه شال الورث كامل، في مشاكل وشاله. يقول عمه انه يعرف له ناس ومدري كيف، ويعني هذه ما هي بسيطه، وانه شال الورث وطردوه هو واخوانه واخواته برا البيت وشال عليهم كل حاجه، وهو رايح يشتكي ورايح يسوي ورايح ما حد سمع له حاجه زي كذا، اني ما فهمنا قصته كيف ما حد سمع له. ما حد لو كاد انه الادمي يقول لك انه يطالب بحق وكذا وما حد سامع له، مو اول مره يسويها، قبل كذا سواها في المحكمه وانسجن عليها 6 شهور ولا حد سمع له، وطالع الظاهر من السجن وقال بيسويها، وفعلا اليوم سواها. والادمي اساسا ما يبي ينتحر، حتى لو يبي ينتحر كان انتحر، طلع في مكان وانتحر، بس اللي مبين انه بيسوي شوشر يبغى الناس تشوفه، يبغون يهتمون في موضوعه. هذا اللي صار، لا حرق لا ثوب كعبه ولا جايه ثوب الكعبه ولا اي حاجه. ثوب الكعبه انطش بالغلط يوم جو يمسكون الحجاج والعسكر، انطش بالغلط، ولا هو ثوب اللي طش عليه ثوبه كله معدوم بنزين. هذه سالفته، وحنا ارسلنا المخفر وكذا، واللي فهمناه منه يعني باشرنا الحاله مع العيال. بهذا الآدمي بين مشكلة هو وعمه. إذا عجبك الفيديو لا تنسى أبوه توفى وورثهم يعني شيء. ولكي تتوصل بكل جديد اشترك الآن.